بيعيط طول الليل والكل بيقول لك لبنك خفيف ومش مكفيه، انت حاسه بالذنب لمجرد انك بتفكري في اللبن الصناعي؟ انا دكتور مصطفى العطار طبيب الاطفال، وهقول لك ايه الحكايه دلوقتي. دي حلقه من سلسله جديده عن اللبن الصناعي. خلينا نتفق ان الرضاعه الطبيعيه هي الاساس ومفيش حاجه تعوضها، بس اللبن الصناعي مش جريمه، وفي اوقات بيكون طوق النجاه. امتى كدكتور اطفال باخد قرار واكتب لبن صناعي فورا؟ 3 علامات مفيش فيهم اي فصال. رقم 1، الوزن بيقع. طبيعي البيبي بيخس اول اسبوع بعد الولاده، بس لو بيخس بنسبه كبيره جدا او وزنه ثابت مش بيزيد على الميزان في المتابعه الدوريه، هنا لازم نتدخل. رقم 2، حفاضات نشف. لو البيبي بيعمل بول اقل من 4 أو 5 مرات في اليوم، او لون البول غامق جدا زي عصير التفاح، ده انذار جفاف ولازم نعوضه فورا. رقم 3، حالة الام الطبية. لو الام بتاخد ادوية معينة خطر تنزل في اللبن، او في حالة ارهاق جسدي ونفسي شديد جدا يمنعها من الرضاعة. بس خدي بالك، بلاش توصفي منك لنفسك لبن صناعي، ولا تسمعي كلام جار. القرار ده بتاع طبيب الاطفال بس بعد ما يوزن البيبي ويفحص. ما تخليش حد يحسسك بالتقصير، صحتك النفسيه وصحه طفلك هما الاهم. اعملي حفظ للفيديو علشان يطمنك، وابعتيه لكل ام جديده مضغوطه ومحتاره، وربنا يحفظ اولادنا.